وهلو يا فنانين، ازيكم؟ رجعنا تاني وباودر الفحم. ودلوقتي على القناة هتلاقوا فيديو ازاي تعملوا باودر الفحم وازاي تحتفظوا بيه. مش بس باودر الفحم، ازاي كمان نعمل باودر الرصاص واكتر طريقة مناسبة ليها، او بمعنى اصح الطريقة اللي انا جربتها ولقيتها كويسة جدا بالنسبة لي. وكمان ازاي نعمل الادوات اللي بنستخدمها عشان نبلند باودر الفحم. مش بس اللي استخدمتها في الفيديو، كمان في ادوات تانية كل واحدة فيهم بتديني افكت مختلف على الورق بتاعي. بلس ازاي انضف البلانت تولز. طيب عشان ما اطولش عليكم كتير، السكتشز اللي انا اشتغلت عليها دي كانت فحم. اشتغلنا باودر فحم واشتغلنا رصاص مع دمج زي الشفايف اللي فوق. بس النهاردة الأنف هتكون ببودر الفحم. هحاول ان انا محطش ماتيريال تانية، بس سبيشالي هستخدم الخشبي الاسود الفابر كاسل اللي هو بوليكرومس اللي على جنب ده الصغنون. وبعد كده هبدأ بالفرشة ان انا اشتغل شوية خفيف واحدة واحدة على قد ما اقدر. بلس ان احنا في الباودر بتاعة الفحم بنحاول دايما نبدأ بالدرجات الخفيفة. لان انا بحتاج ابدا بالخفيف، لان بعد ما اميك شور بقى على الدرجات الاغمق او المساحات اللي فيها ظلال اكتر او اماكن فيها عمق اكتر، فببدا ان انا اشتغل عليها بدرجات اغمق زياده. بلس بقى ان في ازمه سخيفه شويه، ان الفحم اوريدي بيعمل كانه بيصبغ الورقه. فاكشلي هو لما يصبغ الورقه بتاعتي انا مهما ما امسح هيديني درجه برضو، مش هيديني وايت. فلو ده حصل في مكان فيه ضوء قوي هيكون سخيف جدا، مش في مصلحتي خالص ان ده يحصل. فالاحسن كتير اني ابدا بدرجات فاتحه، ما احتاجش اني اغمق بس امسح اعمل اي جريمة في النص. فخلينا نبدأ بدرجات الفتحة او بنبدأ ببساطة كده خطوط بسيطة. يعني مثلا انا عملت دلوقتي خطأ صغنون. انا اشتغلت مساحة بلاك عند الكيرف بتاع الانف. القوس اليمين اللي انا شغالة فيه دلوقتي ده انا غمقت شوية زيادة. انا مش محتاجة ان هو يكون زيادة قوي كده، او بمعنى اصح مساحته اعرض. بلس ان انا كمان عملت اوتلاين الانف من فوق اغمق. فهوريكم دلوقتي ازاي نصلحها، بس خليكم معايا نشوف تفاصيل اكتر عن الموضوع. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، ما تخافوش من بودر الفحم ابدا. بالعكس، الافكت بتاعها في النهاية بيكون تحفة وبيديني واقعية اكتر بكتير من الرسم بالخطوط مهما وصلت الدمج اكتر. اي مكان هحتاج ان انا افتح فيه شوية، الافضل ليا كتير اني استخدم استيكة الفحم، لاني بقدر اشكلها وفي نفس الوقت انا ممكن بطبطبة بالاستيكة على المكان ده افتحه واوصل لدرجة معقولة. وحاول لمستي الورقة تكون خفيفة قوي وهادية جدا عشان اكون شغالة مظبوط وما تفتحش زيادة عن اللزوم او تعمل بقع جوه المساحة بتاعتي. بس لو حبيت ان انا احدد مساحة واوضحها اكتر واحاول الغي اكتر، الاستيكة اللي بتكون قلم بتكون صلبة زيادة ماسكة نفسها كده، فبتمسح بشكل احسن كتير من الاستيكات العادية. لو في عندكم استيكة برضو ماسكة نفسها يكون افضل برضو. وطبعا طبعا طبعا انا مش بشتغل التظليل بتاعي على اللي انا اعرفه عن الجسم، لا، انا بشوف الريفرنس بتاعي اتجاه الضوء فيه جاي فين ورايح فين، وببدأ اشتغل على الاساس ده. فين اماكن الظلال، فين اماكن الضوء، فين اماكن الهايلايتس. لو في اللايت ريفلكشن كده خط رفيع قوي ببدأ برضو اشتغل عليه واظهره بشكل مرتب ومظبوط. فانا ليا ريفرنس بشتغل منه، وده الافضل ان احنا نشتغل منه. محدش قالك انت دلوقتي في تيست
فضروري ان انت تعملي ارسم لي انف وتطلع بيرفكت واقعيه، من غير مش عارفه. لا، انت مش كده، انت بتشتغل من ريفرنس. فضروري ان انت تشوف الريفرنس ده وتذاكر الضوء بتاعه والظل بتاعه، الاماكن الهايلايت زي ما اتفقنا، عشان تقدر ان انت تعمله. احيانا انا مثلا اجي افكر هرسم الرسمه دي، فمثلا تكون الرسمه خلاص شفتها مثلا في الموبايل، فابدا بقى افكر اعمل بلان. يعني انا مثلا ممكن اعمل بيزك تون عليها على الورق، وخصوصا لو ابيض الورق، فممكن اعمل بيزك تون ارضيه خالص فاتحه او متوسطه حسب درجه البشره، لان حتى في الرصاص وفي الفحم لو انا بس بعمل بشره غامقة، فهحتاج ان انا مثلا اعمل درجة جراي فاتح كده شوية، او يعني ميديوم، وبعد كده ببدأ اظلل عليه واعمل هايلايتس عليه لو احتجت. بس البلان اللي انا بشتغل بيها عشان اوصل للشكل النهائي قبل ما اشتغل على الورق على طول، لما بتحصل في دماغي الاول بتسهل عليا كتير، بتخليني اوصل بشكل مرتب جدا للنتيجة اللي انا محتاجاها، او شكل مظبوط قوي، واقعية كتير 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 للريفرنس اللي انا بشتغل منه. بلس ان انا باكد قوي على طريقتي انا في الدمج، طريقتي انا في التظليل، احساسي انا ناحية الجسم اللي انا برسمه. الخطة اللي بنعملها عشان نشتغل الرسمة بتاعتنا مهمة جدا بجد، بتنقل الشغل لمرحلة مختلفة كتير كتير. انا حاول ان انا اعمل فيديو اقول لكم فيه الخطة، بعد كده اوريكم وهي بتتنفذ. وهل هنعمل تعديلات برضو لازم تكون مرن وانت بتعمل التعديلات. يعني مثلا حسيت وانت بتشتغل ان الخطة بتاعتك لا هيكون ستيب 2 بعد 3 احسن، لا خلاص اوكي ستيب 2 بعد 3 اتس اوكي، مش هتحصل جريمة لو انا غيرت. ف اهم حاجة ان انت توصل للريزلت اللي انت متوقعها من نفسك، واللي انت حابب تشوفها على الريفرنس اللي انت اشتغلت عليه، يعني او بمعنى اصح حققت لك الهدف اللي انت عايزه من الريفرنس ده. عشان ارسم اي حاجة واطلع فيها شخصيتي واسلوبي لازم يكون عندي ريفرنس، وريفرنس هنا مش معناه ان يكون عندي صورة انا بنقل منها بس، لا، الفكرة ان هي بتبقى مجموعة صور ذاكرة كاملة عملتها التغذية البصرية، عن اني شفت خطوات وشفت لقطات كتير فاتجمعت في دماغي بدأت تحللها لي بطرق مختلفة كتير معقدة، وكتير منها سهل عشان تبسط لي اللقطة بتاعتها. وده اللي احنا دايما بنحاول نشتغل عليه، ان اللاينز والاوتلاينز بتاعت الاجسام تتحول لمجرد خطوط واجسام هندسية مناسبة ليا اني افهم الجسم ده، واني اذاكره، واني اطلعه بشكل مظبوط ومرتب، اعمل له دراسة، وفي نفس الوقت انا بسطت على نفسي رسمه. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا زي ما كنا بنشتغل في الستيل لايف، لما نيجي نعمل مثلا مج نعمله على شكل اسطوانة، ونعمل الايد بتاعته على شكل بيضاوي، نبدأ نرسم الكوفي من جوه. تفاصيل بسيطة بس كتير بتفرق قوي قوي قوي، واحنا بنشتغل او احنا بنستارت to learn drawing بشكل اكاديمي لذيذ. يعني ابسط الاكاديمية كده بحيث ان المعلومة عندي تبقى بيرفكت ومحفوظة، او بمعنى اصح مش مجرد خطوة عملتها وايدي وعيني ما يقدروش يرجعوا لها تاني بعد فترة من ان انا مثلا وقفت رسم بالطريقة دي او بالتكنيك ده، ما اقدرش ارجع اوصل له تاني. لا، انا اقدر ارجع له لان انا عندي باك جراوند قوية جدا عن التكنيك، عن طبيعة الجسم، عن اتجاهات الضوء على الجسم ده بتبقى عاملة ازاي، والظلال بتاعته، وتفاصيل تفاصيل تفاصيل، كأني عملت له دراسة. فاقدر ارجع للداتا دي كلها بسهولة، دماغي تقدر تحلل الجسم بسهولة. مش بس كده،
دماغك لما بتستخدم الاسلوب ده ان انت تبسط على نفسك الاجسام، دماغك بتبدأ تشوف كل ده في الحقيقة. تاني حاجة، التغذية البصرية بتخلي عندك كتير قوي طاقة تأمل. الإنسان من غير التأمل ما يقدرش يبدع، ما يقدرش يكون عنده طاقة. التأمل في تفاصيل وخلق الله وتفاصيل كل حاجة بتخلي عندك بجد عينك بتحفظ، مخك بيحفظ، بيرتاح، فبيبدأ يخلق أسلوب خاص بيه هو. وزي ما انتوا شفتوا، اما كنتش عايزة اخرج كتير عن خطوات الانف نفسها او رسمة الانف، لان في ناس مستنية ترجع للفيديو ده عشان تاخد الستبس تاني. بس زي ما انتوا شفتوا احنا عملنا شوية لمسات باستيكة اللي هي القلم، عشان ندي شوية احساس بالجلد او بالبشرة نفسها، مسامها والخطوط اللي بتكون فيها والتعريجات بتاعتها. وكمان شوية نمش بسيط واستخدمنا فيه بلان تول صغنطوطة، وعملنا فيها لمسة صغيرة قوي من باودر الفحم، وبدأنا نشتغل كده. لو عايزين النمش يهدى شوية بنمشي بفرشة كبيرة على المساحة كلها بهدوء، مرة رايح مرة رايح مرة رايح، يعني في اتجاه واحد، وبرجع أبدأ من الأول. وده الستاب دي ممكن تهدي معايا الهايلايتس، ممكن تهدي معايا التفاصيل اللي موجودة في مسام البشرة. وبرضو بما انكم وصلتوا للمرحلة دي من الرسمة، I hope يعني ان انتوا تعملوا سبسكرايب، وحاولوا كل ما تشوفوا كونتنت بجد فيه قيمة ان انتوا تدعموا الكونتنت ده عشان يوصل للناس اكتر، وتبقى فيه فايدة بتعم على الناس كلها، فالدنيا تبقى احسن من اللي احنا فيه ده. اشوفكم على خير يا فنانين، يومكم كله فن وسعادة.